السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى أعز وأغلى متابعين، حبيت أن أشارككم هذه القصيدة الشعرية ردا على قصيدة الشاعر دارس محسن، على قصيدته الذي قال فيها: أكبر مودف من تزوج شاعره، لأن الحياة في قربها جنة ونار. أكبر مودف من تزوج شاعره، لأن الحياة في قربها جنة ونار. بتجعل الدنيا أمامك سابرة وتدخلك لا قد نوجح الحمار. مثل الثعالب في المقالب ماكره، تصوم في صنعاء وتفطر في ذمار. لا يمكن أن تصبح أمامك خاسرة، فوبه الربح الجيب حقك والضمار. لسانها صاروخ يسقط طايره، متعودة دايم على كثر الهدار. في كل وادي باتراها حاضرة، تحكي وتتكلم على من جا وسار. أرق وأطيب من بنات القاهرة، واخطر من الأنبوب عند الانفجار. وإن كان عقلك فيها أكبر ذاكرة، فعقلها يقف في نفس ذكار. ترقدك بدري وتمسي ساهرة، والصبح تصبح ما تلاقي لك فطار. ما تدري إلا والفيوز الدامرة قد أنت في الحارة تراجم بالحجار. إما تفكر في عذاب الآخرة، ولا تفكر بعدها في الانتحار. صحت لسانك بالحروف العاطرة، وابدعت بالوصف الدقيق وباختصار. الشاعرة مثل الحمام الهادرة، سكوتها لحظة وهدرتها نهار. كلامها مثل الخناجر ماطرة، تجلس مع الشيطان دايم في حوار. ما تعترف لك بالجميل الناكرة، كلا ولا تجلس على نفس المسار. تغوص في بحر الهوى كالباخرة، ما همها موجه ولا عمق البحار. وزوجها تخبص أبوه كالباصرة، أهم شي يجلس بحالة انهيار. تشبعه دنياه قبل الآخرة، يتجرع الويلات من فوق العيار. بشعرها تصبح لقلبها آسرة، وتوجهها حسب الطبيعة والمدار. أقوالها وأفعالها كالساحرة، تجمع لا قد نوت ترمي غبار. قلنا أقوالها وأفعالها كالساحرة، تجمع لا قد نوت ترمي غبار. تشتي تكون الناهية والآمرة، وزوجها ريموت تلعب بالزرار. وما تكلمت حقيقة ظاهرة، يا أخ دارس ناخذه بالاعتبار. وما تكلمت حقيقة ظاهرة، يا أخ دارس ناخذه بالاعتبار. سلام.